اقول لك ابعدي عن حياتك اي حد ما بيضيفلكش، اي حد بياخد منك، اي حد بيستنزفك، اي حد بيحسسك ان انت مش هتقدري وان انت مش هتاز. خطي اول خطوه، اصعب خطوه هي اول خطوه. امتحانات دلوقتي بتدق على الابواب، مش هنفتح لها. لا، بالنسبه لوجبات الاسبوع عشان تريحي نفسك بالنسبه لفتره الامتحانات وتوفري مبلغ محترم من المصاريف بتاعتك ومصاريف بتاعه الولاد، تبداي تعملي ايه؟ واركني فيها مبلغ على دخلة العيد. صدقيني هيفرق معاكي كتير جدا. ما تستهونيش ب50 أو ب100 أو ب30. مش قادرة يا ستي أضعف حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. النهاردة معادنا مع تقسيم ميزانية شهر 5 والعيد الكبير والامتحانات والملازم والالتزامات الكتير. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعدي ازمة الشهر ده، لان الشهر ده علينا ضغوط كبيرة جدا يا بنات. ولكن بامر الله هقولك على كام خطوة بامر الله عبقرية هتنظم معاكي ميزانية شهر 5، هتسد كل احتياجاتك وهتوفري للعيد الكبير. ايوه، هنوفر للعيد الكبير توفير محترم من غير ضغط على نفسنا ولا ضغط على الميزانيه. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. لو اول مره بتشوفيني اتمنى القناه تعجبك وما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. ولو من حبايبي اللي معايا في القناه من الاول اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش يا بنات لايك تشجيعا لاختكم وتعليق حلو منكم. ويلا بينا بسرعه نبدا في تقسيم الميزانيه. اول حاجه اخدنا الفلوس واخدنا القبض بتاعنا، اخدتيه يوم 20 او اخدتيه يوم 25، هنقول الحمد لله، فضل عند ربنا. الصدقه كلنا ما بنختلفش عليها. طلعي صدقه. الصدقه مش هقدر يا حنان اطلعها فلوس، ممكن تطلعيها يا حبيبتي رغيف عيش، ممكن تطلعيها طمطمايه، ممكن تطلعيها خيارايه. هتكون صدقه، ايوه هتكون صدقه، وهتكون بامر الله باجر كانك بتعملي اطعام، لانك انت بتاكلي غيرك من الحاجه اللي انت بتاكليها. صدقيني دي هتفرق معاكي كتير جدا. جربي الطريقه دي وبأمر الله هتدعي لي. الخطوة اللي بعدها، عندي التزامات وعندي فواتير على آخر الشهر ده، أو عندي التزامات أساسية ومش هينفع إن أنا أتأخر عليها، أبدأ أطلعها هي في البداية. عندي قسط، عندي إيجار، عليا التزام، علينا مصاريف دروس ومش معايا فلوس خالص. يبقى تبدأي يا حبيبة قلبي تطلعي مصاريف الدروس وتحطيها في ورقة وتكتبي عليها دي مصاريف دروس الولاد، والورقة دي تشال بعيدة عن إيدك. دي مصاريف دروس الولاد في الأسبوع الأول، تمام. وبعد كده تبدأي بقى تطلعي فواتيرك الضرورية اللي هتدفع على بداية الشهر. لو ما فيش الكلام ده لا تستني وتصبري شوية وتطلعي الالتزامات الأساسية. وبعد كده يا حبيبة قلبي تعتبري ان القبض ده كأنه لسه ما جاش، كأن القبض اتأخر. ما هو احيانا القبض بيتأخر، احيانا بينزل يوم 21 واحيانا بينزل يوم 25 واحيانا بينزل يوم 26 وفي ناس بتقبض يوم واحد. اعتبري نفسك بتقبضي يوم واحد. زقي ال5 ايام دول بس، ما تستلفيش وما تتدينيش ولا تمدي ايدك. شوفي ايه الحاجات اللي موجودة عندك، دي فرصتك بقى. العبي بقى في المطبخ، شوفي الحاجات اللي موجودة في الفريزر، ايه الحاجات اللي موجودة في دولاب الخزين. ان شاء الله حتى تعدي 3 ايام بس من غير ما تيجي ناحية الميزانية ومن غير ما تصرفي ورا جنيه. صدقيني ده هيفرق معاكي كتير جدا. الشهر هيتحول معاكي من 30 يوم ل27 يوم او ل28 يوم. الفرق ده انت اولى بيه، هيوسع عليكي باقي الشهر. وصدقيني هيفرق معاكي كتير جدا. نظمي وجبات قرديحي، شوية رز على شوية مكرونة ونحمرهم بيمشوا. طلعي حبة ملوخية ناشفة على حبة شوربة او كيس شوربة او كيس مرقة دجاج او من غير مرقة دجاج بمية وملح، واعملي جنبهم طبق رز وهتتمشى. وكده وكده بتمشي. عندك طماطم، عندك بطاطس، عندك بصل، اعملي صينية مسقعة او اعملي صينية بطاطس واعملي جنبها حبة رز او حبة مكرونة او حتى لوحدها في سندوتشات وفي عيش وبتمشي. وهتعدي ال3 ايام دول من غير مصاريف. خدي القرار مع نفسك ونفذي. والتنفيذ ده الخطوة التانية. كلنا بنسمع وكلنا بنسمع افكار كتير واراء كتير، وبتيجي انا في بالي فكرة ولكن بتهرب مني بسرعة وما بنفذهاش. لو كنت نفذت الفكرة دي الشهر اللي فات دي كانت فرقت معايا حتة دين فرق. كلنا بنقول الكلام ده. ابدأي سجلي أفكارك. أي فكرة بتجيلك بخصوص إن أنت توفري في الميزانية بتاعتك ورقة وقلم واكتبيها. وأنا والله بعمل كده. وأحيانا لما بلاقيش ورقة وقلم بكتبها في الملاحظات بتاعة التليفون فيه زي كده أو حاجة مكتوب عليها الملاحظات، بكتب فيها الأفكار بتاعتي والملاحظات بتاعتي. بيتك هو شركتك. لو اتعاملتي مع البيت على إنه شركة صدقيني هتعرفي تنظمي بيتك تنظيم صح، وهتعرفي تقسمي ميزانيتك تقسيم صح مهما كانت
صغيره. عدينا ال3 ايام او ال4 ايام، الخطوه اللي بعدها وهي خطوه التقسيم. قسمي 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 قسمي. كل فيديو بقول لكم الكلام ده. لازم تقسمي الميزانيه بتاعتك، لازم تقسميها لبنود، لازم تقسميها لبند خزين، بند خضار، بند منظفات. العشوائيه بتهدر الميزانيه، العشوائيه بتضيع راحه بالك ما بيكونش مرتاح لما تكوني ماشيه بعشوائيه. انت مش عارفه بتعدي اول 15 يوم هدي وهدي 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 وهدي، بتلاقي معاكي على اخر 15 يوم 200 جنيه 400 جنيه 600 جنيه، ما تعرفيش عارفه تمشي بيهم نفسك ازاي، ولا انت عارفه تعرفي باقي المصروفات بتاعتك اتصرفت ازاي. يبقى دلوقتي نبدأ ناخد خطوة مهمة ونعمل كراسة زي دي. الكراسة دي اسمها كراسة المهام. كراسة المهام دي بيكون فيها مصروفاتي اليومية. أنا بصرف إيه كل يوم، أجي على آخر اليوم كده، أيوة أنا الصبح جبت كذا، أنا الظهر جبت كذا، أنا بالليل جبت كذا، في الفطار أكلنا كذا، في الغداء أكلنا كذا، في العشاء أكلنا كذا. كل حاجة وكل تفصيلة في يومك اكتبيها. صدقيني ده هيفرق معاكي كتير جدا، وهيعرفك أنت بتصرفي إيه وفي إيه. بتيجي على الاسبوع وعلى اخر الاسبوع بتعملي جرد لمصروفاتك، بتعملي جرد لمصروفاتك، بتعيدي حساباتك، تعرفي ايه الحاجات اللي انت صرفتيها وما كانش لازم انت تصرفيها او كان ممكن توفري منها، وايه الحاجات اللي انت صرفتيها وكانت في مكانها صح وكانت فعلا تستاهل ان انت تصرفيها. نقسم بقى الميزانيه بتاعتنا لبنود، ل6 بنود. واول بند وهو بند الطوارئ. وبند الطوارئ ده مش توفير، ده مش توفير ابدا. بند الطوارئ كلنا بنحتاج له. تلاجة بتبوظ، غسالة بتبوظ، ابني تعب، بنتي تعبت، ضيف جالي فجأة ومحتاجة أجيب حاجات زيادة على الحاجات اللي موجودة عندي. مثلا عندي مشوار، في واجب حصل، حد لا قدر الله حصلت معاه حاجة فأنا محتاجة إن أنا أروح، وده واجب وطارئ عليا ولازم أعمل كده. فمش هتتضايقي ومش هتتديني ولا تمدي إيدك لحد، فتطلعي بند الطوارئ، وده ضروري جدا. وده مش بند توفير يا بنات، ده بند طوارئ. طيب بند التوفير هنطلعه إزاي؟ نقسم بقى الميزانية بتاعتنا ل5 بنود. نقسم الميزانية بتاعتنا ل5 بنود ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بتاعي الأنابيب. وبعد كده نبدأ نطلع باقي البنود اللي هم ال5. خزين بقى، منظفات، خضار. بجيب كل 15 يوم أشيل كل مبلغ لل15 يوم لوحده. ده بتاع ال15 يوم مثلا، وده بتاع ال15 يوم التانيين. واحط كل مبلغ في ورقة واقفل على الورقة كده واطبقها وابدأ اكتب هنا خضار، تمام، واشيله عندي في الدولاب. والتزم بقى في كل ورقة انزل بيها واحدد مصروفاتي فيها، تمام. وبعد كده اروح للبند اللي بعده وهو بند الخزين. ابدأ برضو احط بقى مبلغ لبند الخزين واشيل المبلغ ده على جنب. طبعا قبل ما توزعي المبلغ شوفي احتياجاتك ايه، احتياجاتك ايه في الخزين، احتياجاتك ايه في الخضار، وتبداي بالاساسيات. رز، شعريه، مكرونه، زيت، سكر. ده في بند ايه؟ في بند الخزين. وفي بند الخضار هتمشي طماطم، بطاطس، بصل، 100 فل و10. وبعد كده شوفي ايه الحاجات اللي انت عايزاها، بعد كده تبداي تكتبيها بقى بكميات على حسب ما انت بتستهلكي طول الشهر علشان خاطر ما تهدريش، تمام. قبل بقى ما تنزلي ولا تشتري اي حاجه تبداي تضيفي بند زياده وهو بند العيد الكبير. بند العيد الكبير ازاي يا حنان؟ هقول لك دلوقتي. بند العيد الكبير ده يا حبيبتي هيكون معاكي بند اساسي الشهر ده. هنحاول نشيل من كل بند 50 جنيه 100 جنيه على حسب ما تقدري. قدرتي تشيلي 100 جنيه يبقى انت هتشيلي 500 400 جنيه للعيد الكبير. ما قدرتيش تشيلي ال 100 جنيه شيلي 50 جنيه يبقى انت هتشيلي 250 جنيه للعيد الكبير. ده غير في حاجات كمان هنرحلها تاني هقول لكم عليها للعيد الكبير، تمام. ان شاء الله حتى توفري 8 نص كيلو لحمه يا ستي، ان شاء الله حتى توفري 8 نص كيلو ممبار، ان شاء الله حتى توفري نص كيلو كبده. اي حاجه هتقدري توفريها وفريها ونحطها في الحصاله بتاعت ايه؟ الحصاله بتاعت العيد الكبير او حصاله العيد الاضحى. بصوا يا بنات، اللي هي الحصاله دي اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده، تمام. طيب نزلنا بقى اشترينا الحاجات بتاعتنا وبدأنا ننظم الحاجات بتاعتنا وعرفنا استهلاكنا قد ايه، وعرفنا ان احنا هنقسم الحاجات بتاعتنا لاسابيع، والاسابيع نقسمها لوجبات، تمام. قسمي الاسبوع بقى لوجبات. هنقضيها يا جماعه 3 وجبات لحوم وهنقضيها 4 وجبات ارداحي. لا ميزانيتي مش سامحه يا حنان، قضيها 2 وجبات لحوم و4 وجبات ارداحي او 5 وجبات ارداحي، وقسميهم على الاسبوع. خلي وجبه في نص الاسبوع، وجبه في اول الاسبوع، وجبه في اول الاسبوع، وجبه في اخر الاسبوع لحوم، وباقي الوجبات نقضيها وجبات ارداحي. وعلى اساس ده انزل اشتري الخضار بتاعي، وعلى اساس ده انزل اشتري الخزين بتاعي على حسب الوجبات اللي انا هعملها واللي هتكفي بيتي واللي هتستر بيتي. الخطوه اللي بعدها وهي حصاله العيد الكبير دي لازم تكون معاكي اساسيه في كل البنود. يعني
يعني نزلت اشتريت الخضار بتاعك وفضل معاكي مبلغ، لازم توزعي الفلوس على حصالة العيد الكبير وعلى الحصالتين التانيين اللي انا عاملاها معاكم. لو انت مش عامله حصالات خالص، خلاص ابداي دلوقتي اعملي الحصاله دي بس، اعملي حصاله العيد الكبير واركني فيها مبلغ على دخلة العيد. صدقيني هيفرق معاكي كتير جدا. ما تستهونيش ب50 أو ب100 أو ب30. مش قادرة يا ستي أضعف حاجة، حطي 5 جنيه، حطي 5 جنيه في الحصالة. كل يوم حطي 5، كل يوم حطي 10. أهم حاجة الثبات، إن أنت تكوني ثابتة على مبلغ معين. تمام. نظام الترحيل يعني إيه؟ يعني إحنا قسمنا الوجبات بتاعتنا على ال4 أسابيع وعرفنا كل أسبوع هنعمل إيه. نبدأ بقى بتعملي طبخة أو بتعملي أكلة، ودايما بقول لكم الكلام ده، جبتي نص كيلو كوسة، جبتي كيلو كوسة، ابدأي اقسموه نصين، فرزي نصه وده هنشيله للعيد الكبير ونركنه في ركن كده في التلاجة او في الفريزر، والنص التاني اسويه في اليوم ده. جبتي مثلا كيلو ملوخية، وكيلو الملوخية بيفضل منه حبة مثلا، نشيل منه ملو ايدنا كده بعد ما نخرطه، بعد ما نعمله ونبدأ نحطه في اكياس ونطلع منه الهواء ونشيله في الفريزر. بامية، بسلة، مش عارفة ايه، بتجيبي فاصوليا ناشفة، هاتي نص كيلو مثلا زيادة وابدأي سويه وابدأي شغليه في اكياس وليه عينيها عندك في الفريزر. صدقيني هتدخلي على العيد الكبير هتلاقي عندك ركن قد كده في الفريزر مليان حاجات. عايزة اقول لكم انا علشان ماشية بالنظام ده، الموضوع ده فرق معايا مبالغ كبيرة جدا على دخلة الشهر ده بالذات لما الاسعار غليت، لاني كنت قبل كده ماشية بنظام ميزانية ال15 يوم خضار. فكنت كل ما بعمل حاجة بشيل منها حاجة، اشيل نصها، اشيل ربعها، اشيل منها قد كده، اشيل منها معلقة، معلقتين، 3، 4. فده عمل معايا وجبات محترمة، وفر معايا مبالغ كبيرة في الغلو. فانت لما تدخلي على العيد الكبير وانت كده معاكي الطبخات، معاكي طبختين، معاكي 3، معاكي 4، فتمت فل و10. تمام يا بنات. فنبدأ دلوقتي ان احنا نرحل الوجبات، تمام، من هنا لهنا. طيب بالنسبه لوجبات الاسبوع عشان تريحي نفسك بالنسبه لفتره الامتحانات وتوفري مبلغ محترم من المصاريف بتاعتك ومصاريف بتاعه الولاد، تبداي تعملي ايه؟ تبداي يا حبيبه قلبي تعملي الوجبه ليومين. الوجبه هتتاكل تاني يوم، مش هتتاكل تاني يوم. ابدا احطها في كيس او في علبه وعينها في الفريزر. بطلع ويا دوبك بسخن بس، بسيب الحاجه بتاعتي تفك وبسخنها بعدها بيومين 3 بتكون كانها طازه، وكده بوفر وقت وبوفر مجهود. اعملي يوم او يومين في الاسبوع صفر مصاريف. يعني ايه؟ يعني اليوم او اليومين دول احنا عارفين كلنا ان مفيش مصاريف، مفيش مصاريف. هما اليومين دول مفيش مصاريف، مفيش دروس فيهم اليومين دول، او اليوم ده مفيش دروس ولادي ما بياخدوش فيه دروس، اليوم ده صفر مصاريف. لا هننزل نجيب حاجه من بره ولا نشتري حاجه من بره ولا اي حاجه تماما. صدقيني ده هيفرق معاكي كتير. اليوم ده بقى تبداي تشيلي الفلوس بتاعته. لو بتصرفي 100 جنيه في اليوم مثلا على اي حاجه انت بتشتريها من بره، على اي حاجه انت بتشتريها من بره، تبداي ال100 جنيه دي تبداي توفريها للملازم بتاعه الامتحانات، لان الامتحانات دلوقتي بتدق على الابواب. مش هنفتح لها؟ لا اكيد هنفتح لها، كلنا هنفتح لها. فالمهم تبداي تشيلي ايه؟ تشيلي 100 جنيه، تشيلي 50 جنيه، تشيلي 10 جنيه، تشيلي 5 جنيه وتشيليها على جنب وتحطيها في درج عندك كده، والدرج ده محطوط للازمات بتاعه ايه؟ بتاعه المصاريف بتاعه الولاد بتاعه الملازم. ولو ما قدرتيش تعملي كده، عندنا بند الطوارئ، تمام، وعندنا الفلوس اللي احنا موفرينها لمين؟ للعيد الكبير. نقدر ناخد من بند الطوارئ مبلغ، ونقدر ناخد من مبلغ العيد الكبير مبلغ، ونقدر نسد الملازم بتاعه مصاريف الولاد. تمام. صدقيني فكره ان انت تعملي وجبتين وترحلي منهم وجبه دي هتفرق معاكي كتير جدا. فكره انك انت تعدي يوم صفر مصاريف او يومين صفر مصاريف في الشهر، صدقيني دي برضو هتفرق معاكي كتير جدا. الهدف الكبير، يعني لازم يكون عندنا هدف كبير. ازاي يا حنان بعد الليله دي كلها هيبقى عندنا هدف كبير وهنقدر نوفر وهنقدر نحوش؟ ايوه هتقدري لو قدرتي تستغني، لو تعاملتي بمبدأ الاستغناء عن اي رفاهية مش في مكانها. الحاجات الساقعة اللي بنجيبها من بره، الشيبسيات، الكراتيات، مصاريف الولاد اليومية اللي بياخدوها اللي ملهاش اول من اخر. ابني عايز 20 جنيه يا ماما، عايز 10 جنيه يا ماما، رايح درس مش عارفة ايه. اقول له والله انا مش معايا، انا داخلين على ليله كبيره، احنا داخلين على امتحانات، احنا داخلين على العيد الكبير، احنا داخلين على كسوة الصيف، وشيله الهم معايا. ما هو مش هيطلع راجل ولا هي هتطلع ست بيت الا لو شلت الهم. واللي بيقول لك لا دول صغيرين دول ما تشيلوا، دي نفسيتهم ايه؟ ما احنا طلعنا على كده وتربينا على كده وراضيين على كده والحمد لله دينا زي الفل و100 فل و10. عوديهم من دلوقتي عشان يطلعوا يتحملوا المسؤولية وعشان يحسوا بيكي ويحسوا بظروفك. الخطوة اللي بعدها شاركي غيرك، شاركي جوزك خطتك. بيسمعني ما بيسمعنيش والله برضو اتكلمي وطلعي اللي جواكي عشان تقدري تكملي
يوم في الاسبوع هنقضيها بواقي اكل. يعني ايه؟ يعني هنعدي يوم في الاسبوع كده، اليوم دوت هنقضيها اي حاجه اكل. هفتح التلاجة لقيت عندي حته جبنه قريش، لقيت عندي حبه بطاطس هقليهم ومش عارفه ايه، مش هعمل طبيخ ولا شغل البوتاجاز نهائي 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 نهائي. زي ما سمعتني كده. فهتبداي تعملي ايه؟ مش هتطلعي حاجات من اللي عندك في الفريزر ولا علبه من الطبخات اللي انت شايلاها ولا كانت الطبخه المترحله، لا. اليوم ده احنا هنقضيها جبنه قريش، هنقضيها مثلا طبق سلطه، ونعمل سندوتشات وكده متفل وعشرة. عندي مخلل. بصي انت وبتعملي الاكل بلاش 100,000 حله على البوتاجاز، بلاش تعملي وجبتين تقال جنب بعض. يعني ما تعمليش مكرونه بشاميل وتعملي جنبها فراخ ولحمه، يعني لا، دي في يوم ودي في يوم، كده حلو يعني. كده نمشيها كده يا جماعه. خليها مثلا ما تعمليش مثلا المقالي كلها في يوم واحد، هقلي بتنجان واقلي فلفل واقلي مش عارفه ايه واقلي مش عارفه ايه، لا. كفايه واحد. كفايه مثلا هنعمل بطاطس ممكن نعمل جنبها قرنين فلفل، ما تكتريش. يعني اعملي على قدك وعلى قد ولادك. فكره ان من كل حاجه اشيل معلقه، ودي فكره محترمه جدا. بتعملي كيلو رز شيلي منه معلقه، شيلي ملو ايدك. ملو ايدي دي معلقه، اعتبريها معلقتين، معلقتين 3 4 مش هيكملوا والله. ملو ايدك، املي ايدك كده من كيلو الرز وحطيه في بطرمان. شيلي من كيلو المكرونه ملو ايدك. شيلي من اي حاجه انت بتعمليها كميه. السمنه، الدهون، الزيت، بدل ما تحطي معلقه ونص حطي معلقه. الزيت بدل ما بتحطي كميه كبيره وانت بتقلي، لا حطي على قدك وعلى قد القلي، وكده كده الزيت كب بعدها بقلية او 2 بنتخلص منه عشان بيكون خلاص اتحرق. تمام. فابدأي قللي استهلاك، وخلي بالك من الحتة دي لان الحتة دي بتهدر معانا كتير جدا. بلاش تشتري وخلاص، بلاش تشتري وخلاص. يعني انا هنزل اشتري كل حاجة تكتبيها في ورقة، اكتبي ورقة والتزمي بالورقة دي وخديها معاكي. والله لو ايه عليها عرض مش هشتري. لو ايه، ما انا لو لما اجي اخر الشهر مثلا احتاج 100 جنيه ولا احتاج 50 جنيه ولا الواد ولا البت يقولوا لي عايزين 8 ملزمه، انا همد ايدي اروح ابيع كيلو رز ولا هروح ابيع كيلو مكرونه ولا الكلام من ده كله؟ على راي المثل اللي بيقول لك صبرك على نفسك ولا صبر الجزار عليك. انت ممكن تصبري على نفسك يا حبيبتي، ممكن تعدي يومين بال100 جنيه. والله ممكن نعدي يومين غدا بال100 جنيه. نعمل مره حبه عدس، نعمل مره حبه بصاره، ونجيب جنبهم حبه عيش وكده متفل و10 طبق واحد. طبق واحد قدرت تجيب 5 جنيه مخلل، او انت مخلله مخلل كده متفل و10. انت محتاجه ايه تاني؟ فانت لو ما عملتيش كده مش هتعرفي تمشي امورك. تمام. لو قدرنا كل يوم ان احنا نشيل 5 جنيه او 10 جنيه ونشيلهم في الحصاله الكبيره اللي هي بتاعه الاهداف اللي انا كنت عاملاها معاكم، صدقيني دي هتفرق معاكي كتير جدا. لو قدرتي الشهر اللي جاي ده تشيلي 100 150 جنيه، لو بند الطوارئ ده فضل منه 100 او 150 جنيه، حلو جدا، ممكن تضيفيه للحصاله بتاع الاهداف الكبيره. تمام. هنكافئ نفسنا. نكافئ نفسنا ان احنا نعمل قعده حلوه وقعده محترمه كده، نخصصها يوم في الاسبوع. يا ستي كل 15 يوم نعمل مره ازازه حاجه ساقعه، كل واحد حاجه بيحبها من بره، كيكه او نعمل لهم كيكه في البيت، ونقعد قعده كده محترمه وحبه لب ب10 15 جنيه، نقضيها قعده كده حلوه. وده اللي هيفصل معاكي من موضوع الدربكه اللي انت دخلتي فيها طول الشهر، سواء بقى كان ضغط دروس، ضغط مدارس، ضغط مصاريف، ضغط حاجات. فان انت تمشي على النظام ده شهر واحد، صدقيني هيفرق معاكي كتير جدا. التزمي وتخطي واعملي وخطي خطوه وابدأي، عشان لو ما بدأتيش هتتأخري كتير مهما عدى في عمرك. ولا مهما يعني ما تقوليش انا اللي جاي في عمري قد اللي فات، الله اعلم، احنا ما نعرفش حاجه. بس اللي تعدي وبيتها مستور، حتى لو فاضل لها يوم واحد بس، يعني ربنا يدينا ويديكم طول العمر، احسن 100 مره من اللي تعدي وبيتها مزنوق ومستلف ومتداين وما فيهوش اي حاجه. اللي تعدي وفي جيبها قرش، يعني تعدي من الدنيا دي وفي جيبها قرش، هي مش هتاخده معاها احنا عارفين، بس هتعدي وهي مستوره. هيلاقوا عندها كل ستر، هيقولوا عاشت مستوره وماتت، ربنا يحفظنا ويحفظكم مستوره برضو. تمام. جرد اسبوعي، جرد يومي للحاجات اللي انا بستهلكها، الحاجات اللي بتترمي، الحاجات اللي بتفضل معايا، صدقيني ده هيفرق معاكي كتير جدا. لما بتوصلي المبلغ بيكون عندك طموح وهدف ان انت توصلي للمبلغ اللي بعده، ولكن عايزه اقول لك ابعدي عن حياتك اي حد ما بيضيفلكش، اي حد بياخد منك، اي حد بيستنزفك، اي حد بيحسسك ان انت مش هتقدري وان انت مش هتعرفي. ما تتكلميش مع حد عن افكارك او عن مشاريعك او عن نفسك في ايه او ما نفسكيش في ايه. اعملي جدول لنفسك واعملي رقم للاهداف، هدف 1، هدف 2، هدف 3، هدف 4، وامشي على الخطوات دي. كل هدف تحققيه حطه قصاده
برضو علامة صح. صدقيني هتحسي ان انت عملتي انجاز، خطي اول خطوة. اصعب خطوة هي اول خطوة، وبعد كده هتحسي بثبات، وهتحسي ان عندك عشم. عندك عشم ان انت تعملي قرش، عندك عشم ان انت يكون معاكي فلوس، عندك عشم ان انت الشهر بتاعك يعدي بسلام. اول شهر هيكون عدى معاكي بسلام من غير سلف ومن غير دين. الشهر اللي بعده هتلاقي نفسك وفرتي 100، الشهر اللي بعده 200 300 400. العشم معاكي صدقيني هيزيد، والتوفير تعود. لو اتعودتي على ده صدقيني هيفرق معاكي كتير جدا. الفواتير دي عليها عامل كبير. دلوقتي داخلين على الصيف وعايزين ناخد بالنا كده من استهلاكنا بقى في الكهرباء، في المراوح. نور ربنا شغال، بلاش نشغل نومات كتير. الشاحن خلاص خلصت بيه، تلمي الفيشه بتاعته وتلمي السلك بتاعه وتركنيه على جنب. البوتاجاز بتاعك بيشتغل اشعال ذاتي، نشيل الفيشه بعد ما نخلص. المراوح مروحه واحده كلنا قاعدين عليها، لو ابني بيذاكر في اوضه يبقى هم مروحتين. المراوح يعني يستحسن انها ما تشتغلش الا بالليل. لو قدرتي بقى تعملي كده تمام. الجو لسه دلوقتي محررش قوي ان احنا نشغل برضو المراوح طول النهار وطول الليل. الغساله بتاعتي ما شغلهاش مثلا على غيار او غيارين، بستهلك كهرباء، بضيع الغساله بتاعتي ممكن تبوظ مني، في نفس الوقت بستهلك ميه. فحاولي ان انت تلمي نفسك، هتلاقي نفسك وفرتي في البند ده مبلغ محترم. بقوليات حلوه جدا هتوفر معاكي كتير جدا لو انت اتبعتي نظامها اسبوعيا. انت تعملي وجبه او وجبتين بقوليات، عدس، فول مدشوش هتعملي بصاره، فول مدمس. الحاجات دي بتفرق معانا كتير جدا. نخلي بالنا بقى من استهلاكنا في كل حاجه بنعملها، نحاسب نفسنا قبل ما حد يحاسبنا. هل احنا كل جنيه ده صرفناه في مكانه ولا صرف في مكان مش في مكانه؟ النزول كتير، نمنع النزول كتير، نحاول ننزل مره اسبوع، مره كل اسبوع. صدقوني ديت هتوفر معاكي كتير جدا، هتوفر وقت. لما بنحاسب نفسنا يا بنات بنتراجع عن حاجات كتير حاجات كتير، وبعد كده بنكتشف ان احنا كنا صح. لا، احنا الحاجه دي لما صبرنا شويه واستنينا على نفسنا شويه فعلا ما كانتش عايزه فلوس، ما كانتش تستاهل. لما تروحي تشتري حاجه وتحسي ان سعرها مبالغ فيها، ايا كانت الحاجه دي اساسيه ولا مش اساسيه، ما تشتريهاش. امشي شويه قدام، امشي شويه قدام ودوري واسالي. صدقيني هتلاقي الحاجه بالسعر اللي يناسبك ويناسب ميزانيتك. انا عن نفسي بعمل كده وبقول فرجك يا رب وبقول كرمك يا رب، لان اللي بيمسك باب ربنا بيديله مفتاحه. ربنا يوسع علينا وعليكم جميعا، قولوا امين. هنزل معاكم بأمر الله المشتريات الشهرية كلها، بند الخضار، هنزل معاكم المنيو، هنزل معاكم بند المنظفات، هنزل معاكم كمان البند بتاع اللحوم، وهقول لكم انا بتصرف في البنود دي ازاي، واحنا اسره 6 افراد. اتمنى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ان التقسيمه تكون عجبتكم. لو ليكي اي استفسار او ليكي اي سؤال اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليكم بأمر الله. دمتم في امان الله ورعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.